السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو انت الفيديو ده وصل لك او انت بتسمعه دلوقتي يبقى الفيديو ده اكيد رسالة ليك، اكيد مش صدفة. وده الشعار بتاعنا اللي دايما هنقوله، لان سبحانه وتعالى ربنا دايما بيعلمنا وبيفهمنا ويبعت لنا رسائل. لازم الانسان يكون واعي للرسائل دي. من ضمن الرسائل دي كنت انا دايما بسمع مصطفى حسني. ربنا يا رب يحفظه ويزيده من علمه، ودايما كده نتعلم منه. وكان قبل ما يحصل موضوع الزلزال دوت كنت بسمع خاطرة ليه هو بيشرح فيها حاجة اسمها الحكم العطائية. فكان بيشرح حكمة كده، فأنا كتبتها. فلما حصل الزلزال أنا اتألمت جدا، كلنا اتألمنا طبعا، كلنا اتوجعنا، وكلنا بقينا شايفين منظر صعب جدا. وانا بقلب كده في الاجنده بتاعتي لقيت الحكمه دي، فعايز اقراها لكم لان هي مناسبه جدا مع احداث الزلزال واللي حصل يعني. الحكمه دي بقى بتقول ايه؟ قال سيدي احمد بن عطاء الله السكندري، بص بقى: ليخفف عنك الم البلاء علمك بان الله سبحانه وتعالى هو المبلي لك. ليخفف عنك الم البلاء علمك بان الله سبحانه وتعالى هو المبلي لك. فالذي واجهتك منه الأقدار، الذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار. ومن ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. ومن ظن، بصوا الحتة دي حلوة قوي، ومن ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. ربنا اللي عودنا حسن الاختيار، ربنا اللي دايما بنشوف احنا الموضوع من بره يكون شر ويكون في باطنه الخير. ربنا اللي قال لنا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ربنا لطفه موجود في كل حتة. الناس اللي توفت في الزلزال ان شاء الله نحسبهم شهداء، لان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال صاحب الهدم شهيد. فالناس اللي ماتوا دول ان شاء الله يعني احياء عند ربهم يرزقون. والناس اللي طلعوا من تحت الانقاض، شوفوا الرسائل اللي هم عمالين يبعتوها لنا، وشوفوا قد ايه بيقولوا قد ايه ربنا كان لطيف بينا. واحد بيقول ان هو واسرته والهدم عليهم، وبيقول ازاي مش عارف كان في نسمة هوا عمالة تخش لهم وعمالين يتنفسوا هو واطفاله، وعمال يقول يعني ربنا كان لطيف وخرجوا من تحت الهدم. واحدة تانية فيديو تاني بيقول ان هي كانت عطشانة جدا وقعدت 3 ايام وتموت من العطش، وربنا خلى الدنيا تمطر وبقت ينزل لها مطرة وتشرب. فالزلزال لأصحاب الزلزال أكيد ربنا لطيف بيهم. المشكلة بقى فينا احنا، ربنا بيبعت لنا الزلازل دي وبيبعت الحاجات دي عشان احنا نتعظ. هو انت لسه ما بتصليش؟ هو انت لسه مقصرة مع ربنا؟ هو انت لسه محتاج حد لسه يكلمك عن الصلاة؟ انت لسه محتاجني ان انا اقول لك لما تصلي ربنا هيديك ايه، ولو ما صليتش ربنا هيعاقبك ازاي؟ انت لسه محتاج حد يحفزك في فرض ربنا؟ يا جماعة احنا بنتكلم في فرض. عارفين يعني ايه فرض؟ فرض يعني انت ما تقدرش تعيش من غيره. فرض يعني السؤال الاجباري اللي في الامتحان. هو انت لما بتخش الامتحان محتاج حد يقول لك اهمية السؤال الاجباري، ولا هو بيقول لك ده السؤال ده اجباري؟ يعني لو ما حلتوش هتسقط في المادة كلها حتى لو حليت الاسئلة الاختياري اللي تحت. انتوا لسه محتاجين حد يكلمكم عن الصلاة؟ هو انت لسه عايز تسمع ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا؟ انت لسه عايز تسمع ده، ولا انت عشت ده وجربت ده؟ انت مش محتاج تسمع على فكرة. لو انا قلت لك كلمني عن الصلاة انت اللي هتكلمني. لو انا قلت لك كلمني عن فوائد الصلاة انت اللي هتكلميني. بس انا النهاردة جاي اكلمك بقى من منطلق تاني خالص. هو انت لسه ما تألمتش؟ هو انت لسه ما بتتألمش انك بعيد عن ربنا؟ يا جماعة اكتر حاجة هترجعكم لربنا انك انت تحس بالألم. يعني ايه تحس بالألم؟ يعني انا اتألمت جدا من ان انا بعيد عن ربنا، فمش هقدر ابعد عنه تاني. انت عارف قوي كويس قوي وحاسس قوي وعشت قوي لما انت بعيد عن ربنا عامل ازاي، وانت قريب من ربنا وانت محافظ على صلاتك وانت محافظ على ورد القرآن، وان شاء الله لو صفحة واحدة، وانت بتقول اذكار الصباح والمساء، وانت بتبر ابوك وامك، وانت بتصل رحمة. انت مجرب لما عملت الحاجات دي حسيت بايه، ولما بعدت عن ربنا حسيت بايه؟ انا هديكم مثل
انا مثلا طول عمري بحب الملوخيه جدا جدا، بعشق حاجه اسمها ملوخيه. الفتره الاخيره لما بقيت اكل ملوخيه بالذات وهي طبعا بيبقى فيها توم، اول ما ابدا اكلها احس بعديها بالم مش طبيعي، بيجي لي زي انتفاخ كده، وبيجي لي يعني معدتي بتوجعني جدا من التوم. ده اللي انا اكتشفته بعد اكتر من مره اكل ملوخيه، لحد قررت قلت ان انا مش هاكلها حتى لو بحبها عشان التوم بيتعبني جدا. هو انا ايه اللي خلاني اوقف ان انا اكل ملوخيه تاني؟ ان انا الالم اللي انا حسيته بعد كل مره انا باكل ملوخيه بحس بالم، فقلت خلاص، هو انت كل مره بتعمل معصيه ما بتحسش بالم ومع ذلك مش قادر تبطل؟ هو انت كل مرة ما بتصليش ما بتحسش بألم؟ كل مرة بتسمع الله أكبر ما بتحسش بألم؟ كل مرة بيجيلك رسائل من ربنا من أمك أو أبوك أو صحابك يقول لك يا ابني ارجع صلي، ارجع لربنا تاني، ما بتحسش بألم؟ لو ما بتحسش بألم دي مشكلة. لو لسه بتتألم يبقى الفيديو ده ليك، وإن شاء الله بإذن الله هترجع تاني لربنا، وإن شاء الله هتتوب، وإن شاء الله قبل ما رمضان يخش عليك أنت هتبقى أساسا داخل وأنت جاهز. مش جاي أكلمك عن إنك أنت تعمل حاجات كبيرة، أنا جاي أكلمك بس حافظ على الصلاة، حافظ على الصلاة على وقتها. قول إن أنا مش هنام إلا وأنا جايب الخمس فروض بتوعي. قول ان انا مش هشاور عقلي، الصلاه ما فيهاش مشاوره عقل اصلي او ما اصليش، او لا انا كده كده ده فرض عليا لازم هعمله. فرض عليكي لازم هتعمليه، اصل خارجه، اصل حاطه مانيكير، اصل حاطه مش عارف ايه، لا انت هتنزلي متوضئي، انت هتصلي. مفيش حاجه اسمها مش هصلي كده. ابدا بس حافظ على الصلاه على وقتها. رجعوا تاني يا جماعه لربنا، نرجع تاني نتصالح مع ربنا، نرجع تاني. يعني كفايه قوي بعد، كفايه انت مش حاسس انك موجوع، مش حاسس انك عايز ترجع. صدقني الفيديو ده رساله ليك، وانت اكيد اكيد بعدك عن ربنا مخليك بتتألم، واكيد فيك خير، لان ربنا بيقول ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. ارجع بقى، ارجع بقى انك انت تكون مع ان ربنا انعم عليهم. انت عارف انت وما بتصليش هتبقى في خطر كبير قوي. ليه؟ لان احنا لما بنروح بنصلي بنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني انت لو انت بعيد عن ربنا ومش بتصلي، انت هتبقى اما مع المغضوب عليهم او الضالين، اما ضال عمال تلف وتايه، او مغضوب عليهم. ليه؟ ليه تحط نفسك في انك انت اما تبقى مع دول او مع دول؟ خليك مع اللي ربنا انعم عليهم، صراط الذين انعمت عليهم. ربنا يثبتنا على الصلاة، ربنا يقوينا، ربنا يقوينا على نفسنا وعلى شيطاننا. وزي ما قلت لك الفيديو ده رسالة ليك اكيد مش صدفة. ارجع تاني لربنا وقرر انك عمرك ما هتسيب الصلاة ابدا. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. شكرا. شير للفيديو ده لو عجبكم. شكرا. سلام عليكم.